للناس الخارجيه، الناس الخارجيه اللي تعرف النادي النوبي عام، لكن النادي النوبي عام ما بيمشيش الا من خلال مجلس الاستشاري الاعلى. ده ليه نحن، لكن بره معروف النادي النوبي العام. لكن النادي النوبي العام ما يمشيش الا من خلال مجلس الاستشاري الاعلى. ده توزيع اختلاف احنا يا جماعه في الشغل ده معلش في لجنه متابعه في خلاف وممكن يا جماعه انا هقول لكم حاجه، لجنه المتابعه الخلاف على احمد اسحاق فقط لا غير. احنا عاوزين نوصل برضه لو سمحت بس يعني عشان نوضح برضه اكتر الامور. احنا قلنا ان النوادي كلها انضمت او اندمجت في نادي النوبه العام، واللي وضعوا اللائحه هم رؤساء الجمعيات. قالوا عندنا مجلس اداره النادي والمجلس الاستشاري الاعلى المشكل من جميع رؤساء الجمعيات. فكنا نسميها لجنه او مجلس ده مش مشكله، انما احنا بنقول مجلس. يوم ما يرأس مجلس الاداره. انا هقول لحضرتك احنا عملنا اللائحه دي بهذا الاسم: مجلس اداره نادي النوبه العام والمجلس الاستشاري الاعلى، منوط به رسم السياسه العامه لنادي النوبه العام. واختصاصات كده للاسف انا ما جبتش اللائحه معايا، واختصاصات اخرى كثيره. هذا المجلس او هذه اللائحه لما رحنا بيها الوزاره الشؤون قالوا لا مش معقوله هيئه واحده تضم مجلسين، سموها لجنه. فاحنا قلنا ممكن نعملها، احنا بنسميها لجنه في الورقه دي، انما احنا مجلس استشاري اعلى بننسق او بنضع السياسه العامه للنادي واللي هو هيمشي عليه. فده التوضيح يعني يعني احنا موجودين داخل نادي النوبه العام. ما جميل انت مش خلاف المجلس يا سعاده المستشار استاذ محمد هو اللي بيرأس انا عايز مجلس الاداره واللجنه الاستشاريه فيهم اللي بيرأس الثاني مجلس الاداره. لا يعني مين اللي بيرسم السياسه العامه؟ المجلس الاستشاري الاعلى، ويقول للنادي توصياتنا لتنفيذ يا استاذ محمد عاملين بالي يا محمد هو استشاري هو استشاري نعم هو اللي بيدير العمليه كلها مجلس الاداره. ليه احنا عملنا كده يا جماعه؟ ليه عملنا كده؟ احنا يهمنا كل حاجه المشاركه مع المستشار كلنا. مع المستشار هو نفس الآلية دي عندنا في المجلس. في المجلس بيرأسه رئيس المجلس ووكيله والاعضاء، ولكن من داخل المجلس في لجنه اللي هي اسمها اللجنه الدايمه، هي اللي بتعد جدول اعمال الجلسه. بمعنى انه ايه يعني مش هي دي ترأس دي ولا دي ترأس دي، لا 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 يعني هي منظومه لا لا منظومه مش كده. احنا عايزين كلامي وبعدين كمل. طبعا انا يعني انا والله سعيد برضه وبرحب بالدكتور يحيى. تمام، ده اخ فاضل راجل عزيز والله. تمام، ويعني في صله قربه كمان فعلا، وراجل الاستاذ احمد سلمان مكاوي حديث. هو يعني انا المقصود في ايه؟ يعني احنا كما دايما بنقول على اساس ان اللجنه اللي هي بتاعت المتابعه اللي منبثقه من المجلس الاستشاري، الشيء الطبيعي يعني دي فروع، والفروع لازم تعود للاصل. تمام، فانا عشان كده يعني عايز احدد الاصول مش اكتر من كده. تمام، ده فده يعني انا ده مش يعني هو ده جدال. احنا المفهوم بتاع انا اللي قلته ايه؟ ان انا لاحظت ان في التشكيل تم او الاجتماع اللي تم يعني كان في شويه حاجات كده اتحطت. تمام، يعني المفروض ما كانش هي دي اللي وسعت معانا الفجوه شويه، لكن التحديد كان مطلوب. يعني كل واحد يبقى فيه اختصاصي اختصاصه، ده التحديد مطلوب. لكل ده المجلس المحلي الشعبي، تمام، اخواننا المجلس الاستشاري النادي النوبي، احنا بنقول برضو سياده المستشار احنا يبقى تعاملنا مع النادي النوبي العام. تمام،
انتوا هتضعوا السياسه، تمام؟ السياسه اللي انتوا تضعوها هينفذها النادي النوبل العام. احنا بنتفق مع اداره النادي النوبل العام، تمام؟ ومفيش ان شاء الله يعني، بس لازم نقعد برضه، تمام؟ ونتفق ان شاء الله. اي حاجه بتيجي لمجلس اداره النادي يعرض على المجلس على النادي يا ريس. يا جماعه قانونا، انا عارف دلوقتي انتوا عايزين توصلوا قانونا النادي النوبل العام. قانونا اسمعوا بس الحته دي لو سمحتوا. قانونا النادي النوبل العام اذا كنا بنعمل حاجه زي كده دي حاجه داخليه منا. ماشي يا جماعه؟ هو ده يا ريس. احنا يعني الهدف احنا عايزين نعرف المصدر عشان لما لا انت لما بتخاطب النادي النوبل العام تمام كده، عشان لما نيجي نقعد نتكلم مع اي حد بنعرف. في اقتراح يا ريس. اقتراح ده اقتراح يا سعاده الرئيس برضه عشان لم الشمل، ولو ما لمناش الشمل المركب مش هتمشي. هو ده اللي انا شغال عليه. دقيقه يا سعاده الرئيس، ان شاء الله لو لينا عمر العيد كمان 3 شهرين العيد الكبير باذن الله ان كان لينا عمر، فانا اقترح اعضاء مجلس اداره الجمعيه النادي النوبل العام قصدي ولجنه المتابعه يجوا، واحنا هنكون لجنه استاذ محمد من المجلس المحلي، وفي قاعه مجلس المحلي ممكن نقعد مع بعض. خلاص فده اقتراح ممكن يقبل ممكن يرفض. يا جماعه اذا كنتوا عايزين تبصوا للصالح العام، الصالح العام قدامكم. بعد اذنكم انا داخل وقاري حاجات كتيره جدا. قريت حاجات كتيره جدا مش في صالح مجتمعنا. اسمعوا اللي انا بقول لكم لان انا مش عايز حاجه من حد. انا بقول لكم في بعض اشخاص بتتكلم مش للصالح العام، ومن ضمنها لجنه المتابعه اللي حضرتك بتقول عليها دي. انا بقولها لك بامانه. اتفضل يا استاذ. استنى يا زكريا اتكلم. معلش يا ريس، في بس عشان احنا ايه نلم الموضوع ده. اتفضل. يعني وتكون الزياره بتاعتنا اتت بنتيجه. بعد اذنك يا ريس استاذ محمد، بعد اذن الساده الاعضاء، ان مجلس محل المركز يذكر بيان ان المعنيين بقضايا النوبه الرسميين مجلس محل المركز ومجلس محل المحافظه والنادي النوبه العام، عشان نقطع الطريق على اي دخيل واي واحد عاوز يعمل ترتيب. اما بالنسبه لموضوع الاستاذ محمد طه عيد الضحيه ان شاء الله، طبعا عيد الضحيه ده ولا 3 شهور يعني ربنا يدينا ويسكنكم طول العمر ان شاء الله. فاحنا عاوزين حل جازم دلوقتي. يبقى نصدر بيان يا استاذ محمد بان المعنيين بقضايا النوبه والنادي النوبي العام بس على الطريق على اي دخيل. زود اسكندريه واسكندريه بس يا جماعه يعني ده اقتراح استاذ محمد. انا في حاجه عايز اقولها لكم. دايما اللي بيشتغل مش يتكلم، دايما اللي بيشتغل على ارض الواقع بيوريك ما يثبت. من يوم ما لجنه المتابعه دي عملت ايه؟ انا عايز اعرف 1 2 3 ودي قلتها لهم في وشهم. هو مش كلام، نفس الحكايه. احنا بنبص ل5 نقاط بس، ما تزعلش مني. النادي النوبل اللي في الاسكندريه نفسه الدكتور عبدين بيقولها، انا نادي رياضي ثقافي ماليش دعوه بالسياسه. تفهموا الحته دي؟ وانا بقولها لان هو قالها ببقه. يبقى اذا ان هو كل ما بتزود الجهات المعنيه كل ما بتقع. اسمع اللي انا بقولها لك بحقيقي يا جماعه. انا وريتكم صوت وصوره كل شيء، واللي عايز هوديله اكتر. في فرق انك تتكلم بس وتقول نفسي اللي يجي يتكلم زي ما بيقف كده قدام الاساتذه المحترمين. انا قعدت مع لجنه المتابعه كلها مصر واسكندريه، قلت لهم قولوا لي عملتوا ايه؟ ونفس السؤال ده انتوا المفروض تسالوه. عملتوا ايه يعني ايه؟ توروني 1 2 3، وروني واحد بس. هو في يعني انا عايز اقول ايه؟ يعني احنا دلوقتي لما فكرنا ان احنا نيجي رحله وزياره لاسكندريه وللقاهره، والله يعني انا قابلتني مشاكل كتير عشان هذه الرحله تتم ونيجي. قابلت مشاكل كتير. احنا الغرض اصلا من هذه الزياره ان احنا نلتقي بالنادي النوبل العام في القاهره وفي الاسكندريه. انا عندي ما طلعتش ولا جواب ولا خطاب من مجلس محل المركز الا للهيئتين اللي هو النوبه والنادي هو عشان انا يعني انا كمجلس جديد وانا عندي خلفيه
عن المواضيع اللي شغاله اللي هي لجنه المتابعه